بداية ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز على المنتخب الصيني وتحقيق الإنجاز والتأهل إلى نهائيات الأمم الآسيوية في استراليا. طبعا ما أن أطلق حكم مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الصيني صافرة نهاية المباراة حتى بدأت مظاهر الفرح تسود أجواء مدينة السماوة. اليوم المئات من المواطنين في محافظة المثنى خرجوا ليعبروا عن فرحتهم بفوز المنتخب. راح نلتقي بعدة مواطنين من أهالي مدينة السماوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو يعني لكم اليوم فوز المنتخب؟ والله فوز المنتخب العراقي هو فرح الشعب العراقي بأجمعه من الزاخو إلى الفاو. فوز وحد الشعب العراقي، واحنا هنا ان الشعب العراقي هذا فوز ابطالنا ابطال اسيا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. والله شعورنا بالفوز هاي مو جديده بالنسبه للعراقيين. العراقيين اهل همه واهل غيره، بس الانسان اللي ما يعرفهم بساعد وشته يبين العراقي شنو اصولته وشنو وضعه. فالعراقيين هاي هم اهل الكرم وهم اهل الفوز وهم اهل الشامه، ونخام بالضج ونخام وشوف شنو العراقيين من غيره اللي بيهم. حياكم. السلام عليكم حجينا. السلام. يعني احنا اليوم نشاهد انه الشباب مع الرجال مع حضراتكم انه الكل محتفل بمناسبه فوز المنتخب، يعني شنو يعني لكم حقيقه هذا الفوز اليوم؟ باعتقادك انه اليوم المنتخب الوطني قدر انه يوحد الشعب العراقي وفرحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالاول نهني الشعب العراقي بفوزه على بهذا اليوم على المنتخب الصيني، ويا ربي ان شاء الله يجيب لنا الفوز في كل لعبه، واهني الكوادر الرياضيه بل كل الكوادر الرياضيه بهذا الفوز. شكرا. السلام عليكم. شلون السلام ورحمه الله حبيبي، الله يحفظك. حقيقه يعني ان كل شيء اي فرحه تدخل على اي قلب عراقي، على الطفل، على المراه، على الكبير الصغير، هذه سعادتنا انه نشوف كل شاب وكل انسان في هذا البلد فرحان. بالمناسبه انا أهني فريقنا البطل، الفريق الشهم اللي في هذه الظروف الصعبة، تحديات العراق، مقاتلة الإرهاب، اللي قاعد يتحدى في هذه الظروف ويجيب هذا الفوز العظيم لهالبلد هذا ويفرح الناس هذه الطيبة. أهل العراق ناس طيبين وأهل شرف وأهل كرامة وأهل نخوة وأهل غيرة، وأنا أتمنى، أنا ابن محافظة المثنى، لكن أشوف الناس تهدي الفرحة هاي لأبونا الأبو أسرى، نسأل الله أن يحفظه ونهنيه بهالفوز هذا العظيم، وشكرا له. شكرا جزيلا. إذن أحبة المشاهدين، كانت هذه هي صورة صغيرة لما يحدث حاليا في محافظة المثنى من أجواء احتفالية بمناسبة فوز منتخبنا الوطني وتأهله إلى نهائيات الأمم الآسيوية. نأمل أن يكرر المنتخب هذا الإنجاز، نأمل أن يكرر المنتخب إنجاز عام 2007 ويعود حاملا معه الكأس الغالية. نعم.